ضربة معلم بتطوان. قائد مقاطعة طابولة يفكك معملاً سرياً للبطاطا الملوثة الموجهة للمطاعم في عملية نوعية. تمكنت لجنة مختلطة بقيادة قائد مقاطعة طابولة بمدينة تطوان من مداهمة معمل سري مخصص لإعداد البطاطا الموجهة للقلي. كان يشتغل في ظروف غير صحية بأحد المحلات بحي طابولة. العملية أسفرت عن حجز حوالي طن من البطاطا الملوثة مخزنة بطريقة خطيرة على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى معدات بدائية للتقطيع والتخزين لا تستجيب للمعايير المعمول بها. وقد جرى تحرير محاضر رسمية في حق صاحب المعمل، الذي سيواجه المتابعة القانونية وفق مقتضيات القانون 28.07 الخاصة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع إمكانية متابعته جنائيا بسبب تهديد صحة المواطنين. وأكدت مصادر رسمية أن المطاعم والمقاهي المتورطة في اقتناء هذه البطاطا غير المرخصة ستكون بدورها عرضة لإجراءات صارمة قد تصل إلى إغلاق المحلات وفرض غرامات مالية. ساكنة حي طابولة عبرت عن ارتياحها الكبير لهذه العملية، معتبرة أنها خطوة حازمة ورسالة واضحة لكل من يحاول المتاجرة بصحة المستهلكين عبر أنشطة سرية وغير قانونية.